السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. عامل ايه يا شيء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أشرف؟ عامل ايه؟ الحمد الحمد لله. لله، والله بقالي كتير قوي بحاول اسجل الفيديو ده معاك بس مش عارفين. وقتك محدود ومش فاضلنا، صح؟ لا لا، ما فيش كده، بس هو يعني الحمد لله الأسابيع اللي فاتت ده كانت مشغول شوية. فعلا يعني، ربنا يوفقك. فإن شاء الله إن شاء مش الله اهم، احنا في النهاردة ظهرك يعني وبندعي لك يعني. لا لا، متقلقش. حق طبعا. طبعا ربنا يخليك. ماشي. ماشي. طيب، الاول عايزين نعرف مين شاهين الاول. تمام يا صديقي. أنا أحمد شاهين، ستة جديد طب اسكندرية، صديق أشرف وزميله في السكشن. آه، احنا النهارده طبعا اشرف جايبني النهارده عشان نتكلم شويه عن الريسيرش، فاعرفك على التاريخ بتاعي شويه. انا تمام. بدات اعمل ريسيرش من سنه اولى، بالتحديد الترم الثاني، يعني في اخر الترم الثاني كده، وخصوصا بعد الامتحانات بدات الدكتوره غاده مراد الله يرحمها. كان اول رحلتي مع الريسيرش معاها. الله يرحمه. آه، كمل. تمام. في البدايه لما دخلت الكليه، كنت انا متخيل ان المفروض اول ما ادخل الكليه هلاقي الناس كلها كده مع كل الدكاتره في المعامل وكده، وعلماء، والناس اللي هم زي اينشتاين كده وناس كده ايه عظيم. تمام. وانا تخيل طبعا هم فعلا كده، بس كان تخيلي اكتر ان في يعني ايه، الكليه ده مش مكان بروح احضر فيه درس زي درس الثانويه او الابتدائي او الاعدادي، واللي هو كلمتين كده واروح والسلام واجي امتحن عليه وبتاع. لا، انا كنت متخيل ان العلم مش بناخده بالطريقه دي. العلم إن احنا بنخش معامل وبنشوف عيانين وبنعمل تجارب بايدينا وبنشوف عمليات وحاجات كده كبيره. فروحت في سنه اولى صراحه الترم الاولاني ما لقيتش اي حاجه من الحاجات دي. فاتفاجأت بامانه ان انا متخيل دايما ان 7 سنين انا داخل مستعد لكده، ان 7 سنين من العمر كتير، لما 7 سنين اضيعهم وبعد كده استعد لسه اني اتعلم وان انا اعمل الحاجات ديت، وان انا بقى خلاص يعني ادخل المجال اللي انا بحبه. انا داخل كليه طب او داخل الكليات العلميه بالخصوص عشان يعني عشان الجزء العلمي بالذات، عشان التجارب والحاجات ديت، وفيها جزء انتاج علمي وكده. فلما تمام. اضيع 7 سنين ديت واستنى بعدهم ان انا اتعلم كانت فجأة بالنسبه لي. بدأت من الترم الثاني إني كلمت دكاترة، دكتورة إيمان نبيل. تمام. كنت قابلتها كذا مرة بعد المحاضرات. وبعد كده جت لي: بص يا أحمد، أنت عايز؟ قلت لها يا دكتور أنا عايز أعمل أي ريسيرش، عايز أشارك معايا، عايز أتفرج فين الناس اللي بتعمل ريسيرش في الكلية. قالت لي: بص، أي دكتور في الكلية تقابله، أي حد تلاقيه في كده، قول له يا دكتور أنا فلان الفلاني، وده رقم تليفوني والإيميل بتاعي، وأنا عايز أتفرج عليك وأنت تعمل ريسيرش، خدني معاك في اي حته. فبدات اعمل كده زي ما هي قالت لي. بدات الف على كل الاقسام، كل الدكاتره، كل المعيدين، كل الدكاتره الكبار تقريبا المواساه. في الفتره ديت كان كل الدكاتره عارفيني بالاسم ومعاهم رقم تليفوني، لدرجه ان فعلا فعلا مش هزار. لدرجه ان دكتوره اسمها الدكتوره الاتري، مش فاكر اسمها بالظبط، ربنا يعني يبارك لها. المهم انها قابلتني، آه، جالت الرساله بتاعتي، حد بعتني ليها اصلا، قال لي انا هنوصيها عليك وابعت لها انت. فلما بعت لها كلمت الدكتور بتاعها، المشرف بتاعها، فقال لها هاتي الطالب ده وشوفيه واقعدي معاه واتكلمي معاه وشوفيه عايز يعمل ايه، ووجهيه كويس وساعديه لو عرفت تساعديه. فهي كانت بتشتغل على الرساله بتاعت الدكتوراه بتاعتها، وكانت مجربه تخلصها، فنصحتني يعني وكلمتني وجات لي. وجهتني بقى الدكتوره غاده مراد. كل ده في ترم يعني، من اول الترم الثاني لحد الامتحانات. كانت الفتره تمام. ديت كانت فتره بالنسبه لي انا بدور على حد في الكليه، انا عايز اعمل ريسيرش. فلحد ما بعتني الدكتوره غاده مراد. طبعا في الاجازه بقى بعد كده حضرت معاهم، خلتني احضر في القسم بتاع الابحاث الطبيه اللي اسمه سيرما، اللي عندنا في المبنى الاكاديمي، الدور الثالث تقريبا، تمام. فوق المعمل بتاع البروتيوميك والحاجات دي، بتاع الكلينيكال باثولوجي والحاجات دي. تمام. آه، فحضرت معاهم كورس، حضرت معاهم كورس كان عن الستيم سيل كلتشر وكده. وكانت اول مره ليا في حياتي ان انا اقرا ريسيرش بيبر. فبعت لي شويه ريفيوز وشويه ريسيرش بيبرز عن ستيم سيل وكده، عن ابحاث ما كانوا شغالين عليها على الستيم سيل. فبدات اجراها، بدات الخصها وكده، ورحت لها بعد كده. فالدكتوره اتبسطت مني واتبسطت من الاهتمام يعني، وبدات توجهنا اكتر. فكانت
كان صيف كبير يعني. بعد كده قابلت حد تاني من الناس بقى اللي قابلتهم، حد تاني اتصل بيا قال لي: احمد تعالى انا عايزك، احنا عندنا ريسيرش عندنا في طلاب عايزين نعلمهم ريسيرش في المعمل عندنا. كان في قسم الفسيولوجي، كان دكتور عبير الامام ودكتور امان الشربج. كنت انا آه. وكذا حد من زملاتنا، يارا وشاهد، احمد رفاعي، احمد طحان، احمد عشماوي، احمد بدران. كنا حوالي مجموعه كده، حوالي خمسه او سته حضرنا معاهم. بعد كده احنا كلنا طبعا ما كملناش، كمل مننا عدد صغير، هكمل مننا حوالي ثلاثه او اربعه من عدد، كنا حوالي في الاول سبعه يمكن. آه، الدكتوره طبعا، الدكتوره امل لما شافتنا مهتمين اكتر وكده بالبحث، هي كانت مجرد بس قالت ان انا اعمل معاهم الورك شوب ده وخلاص يعني، عرفتهم على الريسيرش وكده وعلمتهم شويه وعلمتهم القسم فيه ايه وخلاص وهيمشوا. لكن احنا الحمد لله بدانا ان احنا نطلع افكار، بدانا نفهم اكتر ونجرى اكتر في الحاجات اللي الدكتوره بتديها لنا، لحد ما عملنا بروتوكول لتجربه. الدكتوره امان كان عندها مواد، هي والدكتور كانوا شغالين مع بعض الفترة دي. خلاص يعني نستغل الماتيريال ديت بدل ما تبوظ وهتترمي، نشتغل عليها. فاشتغلنا عليها لحد ما طلعنا تجربه محترمه. الدكتوره اماني ساعتها اعجبت بالنتائج وكده، الشغل عجبها. بعتت لنا، كان في منتور بقى، المنتور بتاعها كان من اوكسفورد، كانت شغاله اصلا الدكتوره اماني شغاله بتعمل PhD اعتقد في اوكسفورد في الوقت ده. فعرفتنا على المنتور بتاعها. المنتور بتاعها كان بيجي كل شويه مصر، يعني كل سنه او سنتين بينزل مصر شهر كده في الشتاء. يعني جو مصر لطيف وظريف، خصوصا الاسكندريه. فكان بيجي كفيزيتور بروفيسور عندنا في قسم الفسيولوجي. ففي المره دي كانت المره الاولى اعتقد والمره الاخيره ان هم يعملوا ورك شوب مخصوص للطلبه عشان يعلموا الطلبه البيهيفير، حاجه اسمها behavioral experiments. وكان هو عنده كتاب جديد كان بيكتبه، وهو عنده طبعا، هو من الناس العلماء الكبار المعروفين، اسمه دكتور روبرت تيكون. الدكتور ده معروف في ابحاثه عن الزهايمر وكده، عامل ابحاث عظيمه وليه تجارب عظيمه عاملها، معموله باسمه هو. وعامل موديفيكيشنز لتستات كتير بيستخدمها الناس كلهم اللي شغالين في المجال ديت. فجاء شرح لنا الكتاب بتاعه في ورك شوب، كان 3 ايام. شرح لنا كتاب كبير كده، وبعد كده علمنا ازاي نعمل برين ديستكشن ونطلع حتت كده من، كنا شغالين مخصوص على الزهايمر، وبالخصوص حته الهيبوكامبس، كنا طلعنا الهيبوكامبس. بعد كده خلصنا التجربه بتاعتنا، شرحنا الفئران بتاعتنا، وبعد كده الدكتوره بعتتنا المعمل. اشتغلنا مع الفني بتاع المعمل، جهزنا العينات، عملنا العينات بايدينا، حللناها، طلعنا النتائج، كتبنا النتائج وعرضناها في مؤتمر. فده كانت البدايه، وده كل ده كان في الاجازه على فكره، اجازه اللي هي بين اولى وثانيه. تمام. فده كان يعني مسار تغيير بالنسبة لي كبير، وعمل يعني تحول من البداية، فحطينا على بداية الطريق. فشكرا يعني للدكتور أماني، وشكرا للدكتور عبير على المجهود الرائع اللي هم عملوه معانا، وممتن ليهم يعني طول العمر. أكيد طبعا، حاجة جميلة جدا إنك تلاقي حد يساعدك إن أنت بس تبدأ في حاجة أنت حاببها يعني. طيب أنت قلت إن أنت بدأت الموضوع دوت تقريبا في الترم التاني من سنة أولى. طب ده ما أثرش بالظبط. على الدرجات بتاعتك؟ لأن في طلبة كتيرة بيبقى نفسها إن هي تعمل أي حاجة جنب الكلية، بس بتبقى هو يعني محتارة. هو في الكلية بالنسبة لي خلاص دخلت مفهوم تاني يعني. الكلية بدأت تدخل مفهوم تاني بالنسبة لي. الكلية ده مكان بتعلم فيه، والمهم أطلع منه متعلم حاجة اللي أنا عايزها، وأكون يعني متميز فيها، مش أكتر من كده. بالنسبة لي الدرجات مش علامة للتميز، ولا علامة لأن أنا شاطر أو خايب. زي ما قلنا إن يعني بالنسبة لي كانت هتبقى تضييع وقت أكتر منه استفادة. فأنا حاولت أستفاد من وقتي بالطريقة اللي هتنفعني. وبناء برضو على توجيه المنتورز بتوعي، هم اللي وجهوني في البدايه للكلام ديت، عرفوني ان انا دلوقتي خصوصا انت مهتم بالبحث العلمي، فانت مالكش مكان في مصر. خلينا بصراحه يعني. على الاقل الفتره الجايه فمش هيكون يعني مش هينفع اكمل في مصر بالريسيرش والكلام ده كله. لو قعدت يبقى انا ضيعت اللي انا الاهتمامي، وضيعت كل حاجه انا عملتها. فبناء عليه انا كنت لازم اعمل بروفايل، ولسه لحد دلوقتي شغال عليه. ان انا بعمل بروفايل كويس بحيث ان انا اقدر اخد PhD بره، ومش من متطلبات الPhD بره، او ان انا اخد ريسيرش بوزيشن، او ان اخد
يعني اقدر اشتغل ريسيرش بره في امريكا، في بريطانيا، في اي حته. مش من متطلباتها ان انت تكون جايب درجات عاليه في الكليه. هي متطلباتها ان انت تكون بتعرف تشتغل في المجال اللي انت عايز تعمله، عندك بابليكيشنز كتير في المجال ديت، عندك سكيلز عشان تقدر تفيد المكان اللي انت شغال فيه. هو مش هيجي حد يعني. واتجالت انا عملت انترفيوز كتير لحد دلوقتي مع ناس كتير، مفيش حد فيهم قال لي انت جايب كام في الكليه، لكن الكلمه اللي بتقال لي: انت عامل كام ابلكيشن، بتعرف تعمل ايه؟ الدكتور بيقعد معايا بيكلمني، لجاني بعرف اشتغل الحاجه ديت وكده بيخليني اشتغل معاه. لو لجاني مش بعرف اشتغلها، ما عنديش بابليكيشنز فيها، ما عنديش اهتمام بيها، بالتالي السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص على كده. تمام. فبالنسبه يعني لي انت اصلا الخبرات اللي هي محدد المسار بتاعك من الاول، ان انت الكليه بالنسبه لك انت واخدها ستيب بس عشان تبقى ميديكال ستودنت، وفي الاخر هتسافر تشتغل في الريسيرش، صح كده؟ بالظبط ميديكال ستودنت، وبتعلم بس بتعلم بالطريقه اللي هي تنفعني يعني. طبعا بذاكر الكليه وعشان انجح وكده اكيد وكل حاجه، اكيد. لكن مش لدرجه اني اخليها هي خلاص يعني كل وقت. لا، في جزء لمذاكره الكليه، في جزء للريسيرش، في جزء اكسترا اكتيفيتيز الفيديو ده سبونسر وكده. ادز، انتظروا تمام. منهم مفاجأة قريب ان شاء الله. طيب خليني اسالك يعني، يعني خدها الموضوع من ناحيتين. لو من ناحيه واحد عاوز يسافر ويكمل بره، ليه مهم بالنسبه له ان هو يعمل ريسيرش؟ وواحد تاني عايز يقعد في مصر ويكمل في مصر، ليه برضه بالنسبه له مهم ان هو يعمل ريسيرش؟ اولا عايز تقعد في مصر وخلاص يعني، وعايز تمشي زي ما بيقولوا كده بلغه السوق يعني. ما تمام. تعملش ريسيرش. ظبط درجاتك في الكليه عشان تاخد، خلينا واقعيين، عشان تاخد التخصص اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه، عشان تقدر تتعلم وفي الاخر تقدر تشتغل، وتقدر تعمل يعني تعمل عياده، تعمل مستقبل، الكلام ده كله. لكن لو عايز تسافر بره فصدقني يعني، ان انت تحط وقتك كله بعيد عن المعادلات، بعيد عن الريسيرش، بعيد عن ان انت تتعلم تعليم بجد، يعني التعليم المطلوب صحيح اللي احنا بنتعلموه ده تعليم حلاجين. لو لما تخش في فعلا تعليم حلاجين، لما تخش وتشوف الريسيرش الحقيقي، او تشوف المعلومات الحقيقيه اللي المفروض تتعلمها من خلال الريسيرش، من خلال وشوف الطلبه الاجانب. يعني لما تقارن نفسك بالطلبه الاجانب بتلاقي، يعني انا شغال مع واحد فور سين ميديكال ستودنت من امريكا، فشغال عنده 250 بحث عنده بيتنت، حاجه مفتريه. فلما تيجي تقارنه بالمصريين، تقارنه بينا احنا، احنا اكبر استاذ جامعه في مصر ما عندوش 250 بحث، وانا واثق من الكلمه دي. ف ما عندوش 250 بحث، فانت عندك طالب عنده 250 بحث يعني. كل بحث تخيل، بس كل بحث عشان يقراه على الاقل خالص جرى فيه 40 ولا 50 ريفرنس. 40 ولا 50 ريفرنس دولت يعادلوا مثلا 100 صفحه ولا 200 صفحه. فلو هتحسبها بمعدل يعني بالحاجات اللي انت بتعلمها او بالحاجات اللي هو اتعلمها في الابحاث ديت، لا بتعلم كميه علم كبير جدا مستحيل. وكمان عمل بايده وعمل بايده وانتج كمان انتاج جديد. يعني كان في النتيجه للجرايه بتاعته ديت انه انتج علم جديد، 250 ورقه بحثيه جديده. فلا ده حاجه عظيمه وحاجه كويسه يعني. هي اكيد حاجه كويسه، بس بالنسبه لواحد يعني هو بيشتغل في مجال واحد، ولا عادي ممكن يعمل بحث في اي مجال؟ يعني هل هو واخد قسم معين شغال معاه ولا؟ هو خلينا نرجع للسؤال ده في الاخر، بس عشان ما ننساش السؤال الاولاني اللي هو: لو انت عايز تقعد في مصر تعمل ريسيرش ولا تعملش ريسيرش؟ تمام. عشان ما ننسوش السؤال. زي ما قلت لك ان دلوقتي زي ما قلنا ان انت هتقعد في مصر، انت مش محتاج الكلام ديت، تمام. لكن عشان تسافر لابد ان انت تعمل ريسيرش. هتقعد ملوش لازمه انت تحير نفسك وكده، الا اذا كان الواقع تغير. لو الواقع تغير وهم محتاجين مننا ان احنا نعمل ريسيرش والكلام ده كله، ممكن تعمل كده. لكن مش هتحتاجه. يعني بلاش بقى، يعني ريح دماغك وبلاش. اصل الموضوع هيكون متعب بالنسبه لك ومش مجدي في نفس الوقت. لكن لو انت عايز تشتغل بره، عايز تسافر، عايز تكمل انت نفسك، انت حابب المجال الاكاديمي وحابب ان انت يكون لك يعني حابب البحث العلمي نفسه كبحث علمي، ساعتها هتضطر ان انت تتخلى عن جزء من درجاتك او جزء من التزاماتك في الكليه مثلا، مقابل ان انت تشتغل ده، لان ده مش هيجي عليك ببلاش.
اكيد تمام. يعني. بس في المقابل هتتعلم تعليم كبير، يعني تعليم كبير مش هتقدر تتعلمه بالطريقه التقليديه اللي احنا بنتعلم بيها في مصر. وده مش طريقه احنا ابتدعناها ولا الناس بتاعها، لا بالعكس، ده مقارنه بالناس بره، الناس بره كلها بتعمل كده واكتر من كده بكتير يعني. تمام. هي اللي انت بتقوله يعني بيرمي عندي حته اللي هو ايه، لو انت شخص متعدد الاهتمامات فغالبا في حاجة هتيجي على حساب حاجة تانية. يعني في ناس بالظبط. مثلا أكيد، يعني في واحد دلوقتي محتار مش عارف هل هو يسافر ولا يقعد في مصر، مش عارف يبدأ ريسيرش ولا يذاكر مواد الكلية ويهتم بيها. في ناس محتارة فعلا. فيعني أنا مش يعني عايز أسألك هو مثلا هل عشان القرار ما نكونش بتاعك كان سهل ولا صعب إن أنت قررت إن أنت تضحي شوية بدرجات الكلية على حساب إن أنت تعمل ريسيرش؟ عشان ما نكونوش محبطين، هو معظم الناس وخصوصا لان ده طبيعه طبيعه البيئه بتاعتنا في مصر، ان انت مش بتقدر، الصوره مش بتتضح لك كامله غير بعد ما تتخرج. انا بالنسبه لي يمكن القرار، هو طبعا القرار، اي قرار هتاخده هو صعب عليك، لكن القرار انا اخدته يمكن وانا مطمن شويه، بسبب ان انا لقيت منتور كويس في البدايه، الدكتور اماني والدكتور عبير، خصوصا الدكتور اماني يعني لحد النهارده مكمله معايا، بتشجعني طبعا دايما، ولو احتجت منها ريكومنديشن او اي حاجه يعني. طبعا انت من الشغل بتاعك، اي شغل بتشتغل لازم تاخد ريكومنديشن من الدكتور، ففي اي وقت بكون بقدم على حاجه جديده او عايز اي حاجه جديده، طبعا ببعت لها وهي بتبعت ريكومنديشن ليا او كده. فعامه الدكتوره اماني من الناس اللي شجعتني جدا وخلتني اخد الخطوه دي، وفهمت يمكن انا عايز ايه، وبناء عليه مش هينفع بقى ان انت يعني زي ما بيقولوا ايه، ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه، في جوف. فمش هينفع ان انت تمشي في طريقين. لو مشيت في طريقين انت عايز تجيب درجات عاليه خالص في الكليه والريسيرش، يعني ممكن بس مش بالطريقه يعني مش هتنتج الانتاج الكبير في الريسيرش، مش هيكون لك آه، مش هيكون لك بصمه كبيره، او مش هتعرف تعمل السي في اللي انت عايزه في الوقت القصير اللي هو وقت الكليه ديت. فانت ممكن تاخد اساسيات يعني برضو، ممكن تتعلم اساسيات، ممكن تشتغل شغل كويس عادي خالص، لكن هتضطر بعد الكليه ان انت تقعد سنين اكتر ان انت تبني سي في، تبني السي في بتاعك كريسيرشر عشان تقدر تعتمد عليه في ان انت تقدر تنافس وتاخد مكان في مكان ما، يعني في مكان محترم بره. تمام. طيب قول لنا ايه كده، احكي لنا مثلا عن تجربتك شوية، يعني عملت كام ريسيرش، اشتغلت كده. اتفضل. هو لحد دلوقتي احنا انا عندي 28 بيبر وكونفرنس بتاع ديت، كونفرنس بوستر والكلام ديت، ان شاء الله. وبري برنت. يمكن اشتغلت على اكتر من كده بكتير، لكن دولت الحاجات يعني اللي خلصت. حاليا بشتغل فولنتيرلي مع تيمات يعني من بره، مع نيورو سيرجن، لان انا مهتم بالنيورو سيرجري. شغالين شويه على الماشين ليرنينج، شغالين شويه على ارتفيشال انتليجنس، شغالين شويه سيستماتيك ريفيو والكلام ديت. آه، عايز تعرف ايه بالظبط يعني عن التجربه؟ طيب انت نوهت ان انت تجربة مختار جميلة فيلد ومريحة. معين، عايز تكمل. انا زي ما قلت لك في سنه اولى لما اتعرفت على الدكتور اللي كان شغال على تمام. الزهايمر كده، وبدات اشرح شرح المخ صراحه خلاص عجبك يعني. وكان الموضوع. مهتم بالنيورو ساينس، النيورولوجي، نيورو سيرجري دلوقتي، يعني معظم تركيز عليها، حتى شغال الدكتور شغال معاه، او المنتور اللي حاليا شغال معاه هو نيورو سيرجن. اشتغلت مع شويه مع بي اتش دي ستودنت كانوا شغالين بره، برضو اتعلمت كتير منهم. شغال برضو مع نيورولوجي فيزيشن، او دكتور هو ستاف من جامعة الأزهر، من الناس الممتازة، دكتور مصطفى مشرف. تمام. اشتغلت مع حاجات كتير برضو من الناس الكويسة اللي أنا بتشرف إن أنا قابلتهم يعني، واستفدت منهم علميا كبير، بدرجة كبيرة يعني. بس يعني هو في مجال اللي هو النيورولوجي، نيورو سيرجري، نيورو انترفنشن في الحتة دي. بس كان التأثير هو البداية نفسها، البداية هي اللي أثرت عليك وخلتك تختار الفيلد ده. اه يعني لو بالظبط. كان مثلا دكتور، كان دكتور كارديو مثلا، كان ممكن دلوقتي تكمل انت في الكارديو ولا؟ اه طبعا. طبعا هو زي ما قلت التأثير لك، من هو البداية المنتور اللي نفسه. بيحببك. المنتور اللي بيحبك، لان كمان حتى لو انت تاخد بي اتش دي بعد كده مثلا عشان تاخد نيورولوجي او نيورو سيرجري، غالبا هتشتغل جزء من النيورو ساينس. لو هتشتغل تمام. بيزك لو هتشتغل بيزك ريسيرش وكده، فغالبا هتخش جزء النيورو ساينس،
ولو تشتغل كلينيكال طبعا انترفينشن نيورولوجي مثلا او نيوروسيرجي حوالين النقطه دي. فهو يعتبر كريسيرش كله المجال بيودي لبعض. تمام. طيب يعني لو في واحد دلوقتي مثلا بيسمعنا وعاوز يبدأ، هيبدأ ازاي؟ انت قول هيبدأ لنا ازاي؟ كده. اول حاجه يحدد الشغف بتاعه يعني. اول حاجه كده ايه اللي هو، بس كل واحد جواه شويه بنزين، وبعد كده ولع فيهم، خلي الشغف يشتعل كده، وخلي هدفك فعلا خلي هدفك يكون واضح بالنسبه لك، عشان انت هتيجي عليك اوقات محتاج تصبر وانت بتدور، محتاج تجرب، محتاج حتى وانت شغال في ناس هتشتغل معاها وهتستفاد منها، وفي ناس تانية هتشتغل معاها ومش هتستفاد منها، وهتنهي التجربة بتاعتك بسرعة وهتكمل وتروح لتنط من مركب تروح لمركب تانية. فأنت في أوقات كتير هتكون بالنسبة لك كانوا دكاترة مرة بيسموها الانسرتينتي، يعني انت مش متأكد انت وصلت ولا ما وصلتش، مش متأكد انت بتعمل حاجة ولا لا. لكن اللي يطمنك في الفترة ديت ان انت شغال دايما السي في بتاعك يكون جاهز قدامك، حاطط العناصر الاساسيه بتاعته، وكل اسبوع اكتب الجديد اللي انت عملته في السي في، فده انت عمال بتبني سي في. فلما تشوف ان السي في بتاعك عمال بيكبر من اسبوع لاسبوع، عمال بيتطور من اسبوع لاسبوع، ده هيكون دافع ليك، وتعرف انت واقف فين بالظبط من الشغل بتاعك. دي حاجة فاهم جميلة حاجه أوي يعني الصراحة. اهم حاجه الشغف، وتحافظ على الشغف ديت، حافظ عليه بطريقتك بقى. بعد ما تجيب الشغف ده، بعد ما خلاص ما حددت ان انا عايز اعمل ريسيرش، ساعتها بقى تبتدي تدور على اول حاجه المنتور الصح. لو ما لقيتش المنتور الصح عادي، ما فيش مشكله، زي ما بقول لك دور تاني. لو انت عايز تبتدي من الكليه، زي يعني بالنسبه لي هو انت ممكن تبتدي ريسيرش في باكتر من طريقه، لكن اللي يحددك زي ما قلنا المجال اللي انت مهتم بيه. مثلا انت عايز تشتغل حاجه بيزك مثلا، ممكن تروح على اقسام لو انت عايز تستفاد من الكليه بتاعتك، وخصوصا لو انت لسه في البدايه، تروح على الاقسام اللي هي بتاعت اسمه ايه، الاكاديميك احنا عندنا الاكاديميك ييرز، عندنا قسم مثلا عندنا في المؤسسه. لو طالب مثلا في المؤسسه، روح دور على كل، يعني روح لكل الدكاتره، كلمهم دكاتره، انا دكتور، انا مهتم بالريسيرش وعايز اشارك في اي حاجه، عايز افهم يعني ايه ريسيرش، عايز احضر مع حضرتك التجارب اللي انت بتعملها في المعمل، عايز اشوف الكتابه، خلينا نشارك في الكتابه. بعد كده هتقدر تفهم البروسيس بتاع الريسيرش، هتلاقي نفسك بعد كده لما دخلنا في احنا التجربه بتاعتنا، لما دخلنا احنا كطلبه مع الدكاتره او الدكاتره خلونا في تجربه في البدايه، احنا مرينا اول حاجه محتاجها ان انا اعرف يعني ايه ريسيرش ديزاين، فرحنا ذاكرنا الريسيرش ديزاين. بعد كده الخطوه الثانيه ازاي طبعا الخطوه الاولانيه خلاص ان احنا نقرا ريسيرش بيبر، يعني ايه ريسيرش بيبر، الكلام ده كله ايه ايه الحكايه ديت. فلما قرينا ريسيرش بيبر فهمناها، بعد كده بدانا نخش على الميثودز، وبدانا نخش على كتابه البروتوكول نفسه، ان احنا بدانا في فكره عندنا ازاي اكتب الفكره نفسها، ازاي اطلع فكره ريسيرش عشان اعمل فكره كامله. بعد ما عملت الفكره خلاص احطها في ديزاين، فبدانا نجرو على الريسيرش ديزاين. بعد ما عملنا كده في شويه ميثودز، لان كل بحث او كل مجال ليه ميثودز مختلفه، فاحنا في المجال بتاعنا كنا شغالين بالبيهيفيرال اكسبيرمنت، behavioral experiments. تمام. فاحنا كنا شغالين هو كمل كمل. behavioral experiment، تمام. فضلنا نتعلم عليها ونتعلم فيها، والدكاتره كانوا بيشرحوا لنا، بيعملوا سيشنز تدريب. بعد كده الدكتور روبرت علمنا برضو حاجات كتير تانية بعد كده لما جالنا مصر. آه، فده جزء ان انت تتعلم الميثودز بقى بتاعت الريسيرش. بعد كده الخطوه اللي بعدها ان احنا خلاص طلعنا نتائج، النتائج ده هنعمل بيها ايه؟ ان احنا عايزين نكتب الريزلت ديت، عايزين او الارقام والحاجات اللي هطلعها من التجارب دي، عايزين نترجمها لنتائج، تمام، او نترجمها لكلام علمي. في الخطوه دي بدانا نتعرف على الاستاتستكس، بدانا نتعرف، الدكتوره بدات تشرح لنا الاستاتستكس، بدات تقعد معانا اتعلمنا، عرفنا ان الاستاتستكس هتتعلمها تشرحها لنا الاول، وبعد كده بنعملها على برنامج او على برامج معينه. بدانا نتعلم البرامج ديت، وبدات تكون التجربه بدات تكتمل، ان انت خلاص انت عايز تعمل ريسيرش في المجال ديت، في المجال اللي هو بتاع او بتاع النيورو ساينس ده بالذات. فانت محتاج تتعلم ريسيرش ديزاين، محتاج تكتب بروتوكول، محتاج تعرف تعمل statistics، محتاج تعرف تعمل شويه تجارب. خلاص، فانت كده ان شاء الله بعد كده لما تتعرض للريسيرش ده وانت عايز تكمل فيه او عايز تشتغل فيه، خلاص انت اتعلمت. يجي جزء تاني، احنا كنا شغالين بيزكس، بعد كده احنا عايزين بقى يعني عايزين نشتغل كلينيكال. فطبعا الدكاتره كانوا شغالين اكاديميك، عايزين نشتغل كلينيكال، فبدانا نعمل نفس الحركه ديت بس على الكلينيكال، بدانا نلف على الاقسام بتاع الكلينيكال طبعا.
دكتور عبير الإمام كانت بتساعدنا جدا، بعتت لنا الدكاترة كانت تعرفهم يعني، عارفاهم إن هم ناس كويسين وكده بيساعدوا الناس، فيهم ناس كتير ساعدونا. آه، بدأنا نعمل نفس الخطوات ونفس الطريقة ديت، بس مع الكلينيكال. بدأنا جبنا فكرة بحث، بدأنا نعمل كان طبعا الأداة بتاعتنا كان كويستشنير، بدأنا نظبط الكويستشنير ديت. ما كانش كويستشنير، هو كان عبارة عن داتا شيت كده في تيست، كوجنيتيف تيست. هو كانت البحث عن كنا عايزين نشوف الكوجنيتيف امبيرمنتس اللي ناتجه عن الجلوكورتيكويد يوز في الروماتولوجي، يعني مجموعه من الروماتولوجيكال ديزيزز. تمام. انا فاكر الريسيرش ده. اه تمام. فلا اتعلمنا منه، فاحنا كنا واخدين نفس الخطوه، اللي احنا مش بنعمل الريسيرش ده عشان ان احنا عارفين ان احنا نسبه كبيره مش هيتنشر، ولو عرفنا نعمل منه كونفرنس، نعرضه في كونفرنس او غيره، كان هتبقى حاجه عظيمه. لكن احنا بدانا الخطوات بتاعته عشان نفهم بنفس الطريقه اللي علمتها لنا دكتور اماني في البيزك مم. ريسيرش، بدانا نطبقها في الكلينيكال ريسيرش. وبناء عليه احنا كنا واخدين مسار اللي هو السيلف ليرنينج ده من بدايته يعني. طبعا هو ما كانش سيلف ليرنينج في الاول، هو كان توجيه المنتور يعني، جزاه الله اكيد. كل خير. انا ناخد الطريق ده. ده بالنسبه لي تجربتي انا، يمكن تجربه يعني ما ممكن ما تكررهاش على ناس كتير، ما ينفعش اعملها ريبليكيشن في ظروف كتير تانية. يمكن الميزه الوحيده او الميزتين ان انا بدات بدري. الميزه الثانيه اني قابلت الدكتور اماني والدكتور عبير امام، دولت يمكن العلامه الفارقه واللي غيرت بالنسبه لي، او وجهتني توجيه اعتقد انه كان توجيه كويس، والحمد لله لحد النهارده بستفاد منه. من 5 سنين لحد النهارده بستفاد منه. لكن في ناس تانية دلوقتي لو عايز تبتدي ريسيرش وهو في السنين الأخيرة الكلام ده كله، ممكن يكون مهتم بقى مش بالبيزك، هو عايز يبتدي على طول بقى، عايز يتعلم ريسيرش بسرعة ويعمل بابليكيشن الكلام ده كله. فطبعا موجود الكورسات بقى، زي كورسات، مش عايز اقول اسماء، لكن في كورسات كتير. ممكن انا كنت كتبت بوستات كتير عن الموضوع ده، واتكلمت حتى يمكن على القناة اليوتيوب بتاعتنا. حتى في عندنا على قناة اليوتيوب بتاعتنا عامل كورس كده عن الريسيرش ديزاين وازاي تعمل ريسيرش كويشن. حتى كمان شرحت فيه شوية إحصاء في الآخر. جزء الإحصاء لسه ما كملش كله. لكن أتمنى إن شاء الله يعني إنه القناة بتاعتنا تكون تكمل ويكون فيها فيديوهات كتير. لكن المصادر موجود كتيرة، في كورسات ممكن تبتدي منها تتعلم منها سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيس، تبتدي تشتغل الجزء ده بس من الريسيرش. وبعد كده تبتدي يعني بعد ما تعمل بروفايل كويس، بعد ما تنشر شويه حاجات، بعد كده تبتدي تتعلم بقى اللي هو بطريقه عكسيه. انت مثلا عايز تعمل PhD في النيورو ساينس، تبتدي تتعلم الحاجات اللي احنا اتعلمناها ده في الاول. عايز تعمل PhD في اي حاجه تانيه، عايز تعمل بوست دكتوراه في اي حاجه تانيه، هتتعلم الكلام ده بعدين وانت شغال يعني. تمام. ف كويس. طيب طبعا انت لما اشتغلت في تيم صح؟ ما كنتش شغال لوحدك. ممكن. طبعا الريسيرش هو عباره عن تيم ورك في الاخر، تمام. ما فيش حد لو بيقدر في يشتغل. واحد دلوقتي مثلا عاوز يشوف تيم هيدور عليه يلاقيه فين؟ اولا زي ما قلت في الاول، حاول تشوف حوالينك في الكليه في الاول. هو صعب شويه ان انت تلاقي حد في الكليه يعني من الدكاتره مهتم ان هو يعمل ريسيرش، مجرد ريسيرش. لكن ممكن تلاقي يعني، ممكن تلاقي، وهتلاقي ناس كتير على الاقل، حتى لو مش مهتم خالص ممكن يساعدك ويوجهك. تمام. تمام. او يكون عنده بحث او بتاع، او PhD ستودنت او ماستر ستودنت ممكن يحطك معاه تشتغل معاه تمام. فده بدايه كويسه ليك. الحاجه التانيه ان انت في بقى، لو انت عايز تبتدي من طريق اللي هو انا عايز انشر، مش عايز اتعلم عايز انشر، عايز اتعلم انشر، تمام. عايز تتعلم انشر، ده مشوار تاني ان انت تخش في كورسات اونلاين معروفه كده، جروبات معينه. خش في الكورسات ديت لو انت معاك، لو تقدر تاخدها في جروبات تانية، زي مثلا لانها فور فري اونلاين ريسيرش كلاب مثلا. في الجروب بتاع الجروب بتاعنا برضو موجود عليه في بعض الاحيان. في ناس بيقول لك انا عايز حد بيكون بيعرف يعمل النقطه الفلانيه، او عنده وقت انه يعمل مثلا داتا اكستراكشن، يعمل سكريننج، يعمل كذا. في حاجات كلها بتكون سكند ريسيرش، مش محتاج موافقات، مش محتاج غيره. في جزء تاني انت ممكن تدور على اعتماد ان انت تشوف كولابريشن ستاديز، بيكون دورك فيها ان انت بتجمع داتا وكده. برضو بتكون حلوه ان انت بتتعرض للريسيرش، البرايمري ريسيرش او كلينيكال ريسيرش بالخصوص. بتقدر تتعرف كمان على تيمات او على ناس عندها نفس الاهتمام، ممكن تكمل معاهم. فده برضو افادني جدا يعني في مرحله من المراحل. تمام. طيب
هنقفل الميتنج دلوقتي مثلا ونفتح واحد تاني، تمام تمام. عشان فاضل 3 دقايق ونص. يلا بينا. طيب يا شاهين، ممكن مثلا تقول لنا لو في واحد عاوز يبدأ، ايه الوقت اللي المفروض يبدأ فيه؟ ولو اتأخر مثلا حتى بعد سنين الكلية. أنا أصلا يعني معظم زمايلنا دلوقتي خلصوا تقريبا أو فضلهم سنة ويخلصوا. فيعني هل عادي إن أنت تبدأ بعد ما تخلص، ولا كان المفروض إن أنت تبدأ من الأول؟ بص يا صديقي، هو بص، معظم الناس عشان متفقين، معظم الناس زي ما قلت لك البيئه بتاعتنا مش مساعده لموضوع الريسيرش ديت في العموم. فمعظم الناس مش بتبتدي وبتعرف المجال كويس غير بعد الكليه. تمام يعني ممكن في سنه سته، ممكن في الامتياز يبتدوا بقى يشوفوا الناس اللي سافرت، الناس اللي عملت ايه، ده بتعملوا ايه، بتخلوا ايه، فيبتدوا يشوفوا منهم الطريق ويبتدوا يشتغل. فمفيش اي مانع، فانت هتلاقي يعني 90% من الناس بادئين معاك في نفس النقطه. هو طبعا لو انت بادئ من البدايه هيوفر عليك وقت اكتر، هيخليك يعني آه، طبعا انت ممكن السنه دي تبتدي تعمل ريسيرش كتير جدا. لكن زي ما بقول لك اللي هو جزء ان انت بتكون ماشي في مجال معين، عندك سكيلز معينه عشان تكتسبها. في حاجات مش هتكتسبها غير بالتجربه، غير بان انت تدور. مش كل حاجه برضه ريسيرش في الريسيرش بس هي مجرد سكيلز بس. بتعرف تعمل سيستماتيك ريفيو، بتعرف تعمل اناليسيس، بتعرف تعمل كذا. كل ده حاجات عامه كده وحاجات. في حاجات تانية بتكتسبها، الكونكشنز اللي انت عايز تعملها. ده بياخد وقت كبير منك عشان تبني كونكشنز. ان انت ازاي تتواصل مع الناس ديت، ازاي تتعلم من الدكاتره، ازاي تتعلم ثقافه ان انت تتعلم من المنتور بتاعك وتاخد منه المعلومه. وانت كمان الخبره اللي هتاخدها من وانت شغال آه، من بدايه الكليه لحد النهارده مثلا 5 سنين. ان انت عمال تقرا كل يوم بحث جديد، كل يوم بتقرا حاجه جديده، في حاجات اتعلمتها من الحاجه اللي انت شفتها، او في حاجات انت شفتها انت مش بتتعلمها، فانت عرفت اللي انت عايز تتعلمه واللي انت مش عايز تتعلمه في المجال اللي انت داخل عليه. كل الكلام ده بعد كده ممكن ياخد منك وقت يعني، بس ما هوش مستحيل، وبالعكس ممكن يكون اسهل من ان انت تبتدي من بدايه الكليه. ممكن اللي يبتدي من دلوقتي هيكون اسهل بالنسبه له، لكن تبقى عامل حسابك ان لو انت عايز تشتغل كريسيرشر، وان انت عايز تعمل PhD وعايز تكون راجل اكاديميك وبتاع والكلام ديت، الموضوع هيكون مختلف عن انت تعمل ريسيرش عشان عايز تعمل منه مثلا ماتش، وده من اكتر الناس بتعمله دلوقتي. انت مم. عايز تعمل ريسيرش عشان ماتش، انت محتاج في النهايه ان انت تتعلم شويه حاجات، تتعلم سيستماتيك ريفيو، ميتا اناليسيس، ان تتعلم تكتب ريفيو. انشر لك 3 4 ريفيو بس، وكده انت هتروح تمتش في احسن مكان، وكده قفلت الCV بتاعك وممتاز. كونك انت بتعمله كتكمله للCV بتاعك، غير ان انت بتعمله ان انت عايز تبقى ريسيرشر، او انت عايز مثلا تكون اللي هو الطريق اللي هو بيسموه الفيزيشن ساينتست، او طريق مثلا النيورو. زي انا مثلا عايز ان شاء الله عايز امشي في نيورو سيرجري، او نيورو سيرجن ساينتست. مهتم بجزء الارتفيشال انتليجنس، جزء خصوصا الكمبيوتر فيجن واستخداماته استخداماته طبعا في النيورو سيرجري وكده. ازاي ممكن نستخدمه ونستفاد منه. الجزء ده مش هتقدر توصل له بسهوله من البدايه، ده محتاج منك وقت يعني مثلا عشان تتعلم حاجه زي الارتفيشال انتليجنس محتاج على الاقل خالص سنه ونص، سنتين يعني. تتعلم كل يوم، بتاخد كورسات، بتاخد حاجات، بتحضر مواد جامعه والكلام ده كله، مواد كبيره بتتاخد في ماستر PhD بتكون بتذاكرها، والكلام ده ما عندكش اجازات، ما عندكش زيارات، ما عندكش خروجات، ما عندكش الكلام ده، انت مركز في الجزء ده بس، مم. الحته ديت. مم. فانت عايز تعملها بعد كده هتعملها يعني. لو عايز تعمل الكلام ده تبتدي من دلوقتي، من النهارده، وتبتدي بعد الكليه تعملها، هتعملها بكل سهوله، وبالعكس هيكون اسهل من ان انت طالب. لكن دلوقتي اللي بيبتدي هو طالب، زي ما بقول لك ممكن بيكون بيوفر على نفسه جزء، او بيكون باني خطط مستقبليه ما اللي هو في مراحل عايز يعديها في اوقات معينه، فبيكون احسن له يعني. بس او يعني هو ده مناسب لحياته اكتر او كده. لكن انت عايز تبتدي النهارده، لا طبعا ابتدي عادي، مفيش اي مانع. تمام. طيب يعني انت دلوقتي عاوز تسافر، فهو مهم. الشخص اللي انت بتقدم له الCV بتاعك دوت، هو عنده اختيار ان هو يختار حد من بلده. فايه اللي بيكون مميز عشان هو يختارك بدل ما يختار حد من بلده نفسه؟ بص، هو مش ناس كتير دخلوا الطب عندهم مثلا عشان يبقى ساينتست. هو دخل مم. الطب عشان يبقى فيزيشن وعايز ياخد مرتب حلو كده، وده يمكن 99% منهم. فيهم نسبة فيهم نسبة عايزين يبقوا فيزيشن ساينتست، ودي نسبة صغيرة جدا.
طبعا دول بقى بيكونوا واخدين اصلا كليات قبل البيتش، قبل الام دي اساسا، او الميديكال سكول واخد كليه تانية وعامل ريسيرش مش عارف. فهو بيكون ديديكيت. فانت طبعا ده يعني زي ما اقول لك، في واحد نعرفه 250 بحث عنده، مهم. براءة اختراع عنده. فده راجل يعني، تخيل هتقدر تقول لنا عن نفس الراجل ده ازاي؟ بس هم مش كتير، فالميزه ان هم مش كتير. كونك انت بقى رايح بالروح اللي بقول لك عليها، ان انت مهتم بنقطه معينه، مهتم بمجال معين، عندك سكيلز فيها هتقدر تفيده، فليه لا يعني؟ بالنسبه له اصلا مش يمكن مش هيلاقي زيك زيك عنده، او لو لاقي زيك عنده هيكون نادر جدا. فانت ليك مكانك يعني، لو انت مشيت بالخطوات، اتعلمت السكيلز المطلوبه في المجال المعين اللي انت رايح له، هتقدر تشتغل فيه، تقدر تاخد فيه بوست دكتورال، تاخد فيه فيلوشيب، تاخد فيه بي اتش دي، ماستر ديجري، اي حاجه من الحاجات ديت، عشان تقدر تكمل اللي هو البوست. بعد ما تخلص يعني، بعد ما تخلص ال7 سنين إن شاء الله، إيه الخطة بتاعتك إن شاء الله يعني؟ الخطة يا سيدي، هو أقرب طبعا، أقرب خطة طبعا بالنسبة لي خطة هو زي دكتور فهمي دهيم طبعا، محمد فهمي دهيم، من الناس المحترمة، الناس العظيمة، وقابلتها برضه في البداية، واللي شجعتني جدا إن أكمل، إن لقيت نفسي ما لا مش أنت لوحدك، ده في ناس سويتك فعلا. بس حقيقي انا لما بدات ما كنتش كنت في سنه اولى ما كنتش اعرف حد. كان البدايه كنت بادئ يعتبر لوحدي، فبعد كده يمكن على سنه تانية واخر سنه تانية وسنه ثالثه بدات اعرف دكتور فهمي. فدلوقتي مثلا دكتور فهمي سابقنا يمكن بسنتين، هو خلص ما شاء الله امتيازه، اه. والسنه دي السنه دي شغال في امريكا، شغال اعتقد بوست دكتورال، في بوست دكتور بوزيشن. فيمكن يمكن الطريقه دي، او ممكن لو لقيت بي اتش دي، يعني اي حاجه من اللي هي البوست جراجويت ديجريز، او سموها البوست جراجويت ستاديز. فحاليا ان شاء الله نحاول نخلص سنه سته، لسه برضو شغال في شويه ريسيرش. دلوقتي شغال زي ما قلت في البدايه، انا شغال فولنتيرنج ريموتلي مع ناس من امريكا، شغال معاهم في الجزء اللي انا مهتم بيه، اللي هو بتاع المشين ليرنينج والحاجات ديت. بحاول اعمل كونكشنز كتير مع ناس كتير برضه، بحيث ان استفاد من الكونكشنز دي، اخد ريكومنديشن منهم، لعل وعسى ان شاء الله يعني. ما يكونش في صعوبة في اني اقدر اكمل يعني عندهم كده ريسيرش برضه. إن شاء الله ربنا يوفقك يا شاهين والله. والله طريق جميل جدا إن أنت تمشيه يعني. مش عارف أسألك السؤال ده ولا إيه، بس دايما اتفضل. يعني هنشوف السؤال ده هحطه في الفيديو ولا لأ. بس دايما أنت لما بتيجي تعرف أنت عاوز إيه، بيبقى في عندك أساسيات كده. يعني مثلا أنت الأساس الأولاني هو أنت هتعيش منين بعد ما يعني لما تشتغل كباحث، هتعيش منين؟ أنت كنت قلت لي قبل كده إن المرتبات ساعات ما بتبقاش مجزية تماما. وأنا سمعت كمان صحيح. ناس كانت بتتكلم إن حتى كان ممكن إن هو يتصل بوالده مثلا في مصر يقول له ابعت لي فلوس لأني مش عارف أعيش. فيعني صحيح. صحيح. يعني هل دي عقبة ولا إيه؟ وفي البداية طبعا ده جزء أساسي، جزء أساسي بالنسبة لك، جزء من تفكيرك. فعشان كده موضوع الريسيرش مش بيعيش، فأنت مش ريسيرش كريسيرش هو جزء من الشغل بتاعك ككلينيشن. فانا لما بتكلم معاك بكلمك على نيورو سيرجن ساينتست او فيزيشن ساينتست، فان انت عايز تشتغل كلينيشن في الاول، بتشتغل في العياده بتاعتك، بتشتغل في ايدك، وفي نفس الوقت عندك المعمل بتاعك وعندك الريسيرش تيم بتاعك بتشتغل. عشان توصل للنقطه ديت لابد ان انت تشتغل على بوست جراجويت ديجري، بحيث ان انت تتميز في جزء معين، او انت تحدد بقى اللي هو الايه، السب سبيشاليتي بتاعك، مثلا فانكشنال نيورو سيرجري، مثلا سكال بيس سيرجري، مش عارف ايه. فيكون البحث بتاعك مركز في نقطه معينه، وبناء عليه بتكون طبعا وصلت لحاجه، موضوع معين قدرت ان انت تنشر عليه كتير في حاجه معينه، انت والتيم بتاعك وانت والناس اللي شغالين معاهم عملتوها جديده او وصلتوا لها جديده. فهتعمل على فند، تدور على فند بعد كده. جزء اساسي من شغلك ان انت لو انت عايز تكمل هناك يعني كاكاديميك، بتجيب فند بحيث ان انت تفتح معمل، والمعمل ده بيكون شغال على النقطة السبيسيفيك ديت. وده بيكون جزء بقى من جزء جنب الشغل بتاعك ده، بعد ما بتخلص الايه، تخلص الريسيرش بتاعك، وابتدي بقى تخش ريزيدنسي. بعد ما تخلص الريزيدنسي تكون ان شاء الله اتنج او كده،
بيكون عندك التيم بتاعك والمعمل بتاعك، بس ده حوار كبير يعني. دول الدكاتره الكبار يمكن زي الدكتور احمد رسلان مثلا، ما شاء الله، من الناس الكبيره اللي الواحد متابعها وشايفها برضه في المجال. ما شاء الله. هو فانكشنال سيرجن. في ناس كتير تانية زيه، طبعا هم في مثلا دكتور مين يا رب، في دكتور مجدي، بس في ده كارديو ثوراسيك تقريبا. آه، في اسماء كبيره، بس انا يمكن فاكر شويه اسماء اجانب مش هيفيدونا دلوقتي. لكن انت في الاخر مش هتعتمد على الريسيرش. هو هتاخد منه الديجري ده سنتين او ثلاثه او اربعه بالكتير، وبعد كده هتقدم على الريزيدنسي. وفي الريزيدنسي الريسيرش اللي انت عملته في البدايه ده هيفيدك بقى ان انت تقدر تقدم على فند من خلاله، وتقدر تقدم على كذا. وتقدر تكمل ان شاء الله في طريق الريسيرش ديت، ان انت يكون جزء من شغلك، بس مش هو الاساسي. تمام. تمام. فانت مش هتكون بتاخد منه المرتب بتاعك، تاخد مرتب على اساس ان انت كلينيشن او كده. لكن الريسيرش في البدايه لا، مش هيهمك يعني. انت مجرد طالب وانت بتعمل ريسيرش، انت لسه طالب. تمام. طيب يعني برضه السؤال مش عارف احطه ولا لا، بس هو في ناس دايما ما بتبقاش لاقيه يعني ايه شغف وانا مش ما اخترتش نقطه معينه اشتغل فيها من الاول، انا ممكن اكون بشتغل كده وخلاص في اي حاجه. فاهم مم. يعني، مش مختار مجال معين، مش اصلا مش عارف يختار مجال معين. فكان في أم، جمله كده كنت بسمعها دايما يعني، يمكن هي مطبقه عليك بزياده يعني، اللي هي حته الكرافت مان، اللي هو الشخص اللي اتحط في حاجة معينة فلقى نفسه شغال فيها كويس، ولقى نفسه حبها فكمل فيها. فهي دي، ولا انت اصلا بص، كان خلينا نجاوب على الحته الاول. هو اللي هيحدد شغفك حقيقي هو المنتور بتاعك. مم. انت تلاقي منتور يوجهك، ده شيء اساسي. فده اللي هيحددك، مفيش كلام. لان انت ممكن منتور يكرهك في المجال، ممكن منتور يحببك في المجال. فده نقطه اساسيه، ان انت تلاقي المنتور، بحيث دور في المنتور. يعني مثلا ايه، قول انا دورت كده وشفت ريسيرش، انا والله حبيت الكارديو ثوراسيك مثلا سيرجي. شوف القسم ده، شوف الناس اللي شغاله فيه كلها، ودور. لو لقيته كملت معاه، ما ده بقى ده بيجي عند نقطه الايه، هو ربنا كاتب لك ايه في الاخر، مم. فهتمشي في. صح. آه، بس يعني ده في الجزء ده انت مش يعني انت مسير فيه اكتر من انت مخير. لكن انت اشتغل. لو انت جاي قدامك اي شغل، فرضا انا بحب النيورو وما فيش قدامي غير في السايكاتري، انا اشتغلت حاجات كتير سايكاتري، فروحت اشتغلت سايكاتري وانا مرتاح الضمير عادي. بس انا انا عارف ان انا بشتغل الجزء ده كمرحله يعني، كحاجات ستيب بالنسبه لي، ان انا اتعلم منها سكيلز بتاعت ريسيرش عموما، اكتب، اعمل احصاء، اعمل ريسيرش ديزاين، مش عارف ايه الحاجات ديت، اظبطها اكتر. وفي الاخر اقدر ارجع تاني للنيورو، او بدل، او انا ساعات ما اجي اروح ادور على بعد كده فرصه جديده في النيورو، مثلا نيورو سيرجري مثلا، ما اروحلوش خالي الكفين. فانا معايا حاجه، معايا سي في حاجه ممكن ابني عليها كلام يعني، وقصه، واقدر اتكلم بيها. تمام. صح. طيب في احتمال كام في المية ان انت تغير الطريق بتاعك بدل النيورو يعني؟ اه تمام. هو عامة أنا ماشي في فلك النيورو. ممكن نيورولوجي، ممكن نيورو انترفنشن، ممكن نيورو سيرجري، ممكن نيورو راديولوجي، او نيورو راديولوجي. بعد كده اخد ان شاء الله انترفنشن. فهو في حدود دي. بس هو مش ثابت. هو مثلا حاجه زي النيورولوجي مثلا مش كومبيتيتيف قوي زي النيورو سيرجري في امريكا، وممكن تاخدها بسهوله. فممكن ليه لا. وبعد كده ممكن تاخد انترفنشن. لكن هو مم. في الفلك ديت الشغل كله، حتى المنتورز بتوعي يعني حاليا نيورولوجي ونيورو سيرجري، ويمكن نيورو انترفنشن. ففي الحدود ده بس. يعني 100% نيورو، بس هيختلف بقى نيورو ايه، صح كده؟ بالظبط. بس انا الله والله اعلم عادي يعني. انت ممكن كم لو لقيت فرصه فرضا، بس ده صعب بقى دلوقتي، لان الواحد بنى جزء كبير من السي في بتاعه على الحته ديت.